أول مطور عقاري وطني متخصص بناطحات السحاب، أول رخصة ناطحة سحاب بحي السياحي الفندقي بداون تاون العاصمة الإدارية الجديدة. سرعة التنفيذ وجودة الإنشاءات وتأكيدها ومتابعتها. مع حضراتكم المهندس محمد أسعد، تيم ليدر بمجموعة شركات KHL مستشارك العقاري، واحنا موجودين النهارده بقلب العاصمه الاداريه الجديده بالحي السياحي الفندقي لاول مشروع لمجموعه شركات الاهرام والنيل. شركه الاهرام والنيل هي شركه مساهمه مصريه مدرجه بهيئه الاستثمار، ليها سابقه اعمال كبيره جدا ومتميزه وموجوده على ارض الواقع بالقاهره الجديده، نقدر ان احنا نعينها. اتجهت للعاصمه الاداريه الجديده، المنطقه الاستثماريه الاقوى، امنت جدا بفكره التخصص، واصبحت اول مطور عقاري وطني متخصص بناطحات السحاب بالعاصمه الاداريه الجديده. احنا موجودين النهارده في اول مشروعاتهم، مشروع 31 نورث، اول فيستيفال تاور بالعاصمه الاداريه الجديده على ارتفاع 131 متر، حجم انشاءات متميز جدا. احنا موجودين النهارده على سقف اخر بيزمنت وارض الدور الارضي في حجم تنفيذ متميز. تم الحصول على رخصه الانشاءات بتاريخ 28 ديسمبر 2022، واحنا موجودين النهارده في شهر مارس 2023. بنتكلم حوالي 3 اشهر، حجم تنفيذ متميز جدا. تم الوصول الى منسوب التاسيس، تم الانتهاء من اعمال الخرسانات العاديه والمسلحه للقواعد، تم الانتهاء من 4 بيزمنت، والنهارده احنا كمان شغالين في الدور الارضي زي ما حضراتكم شايفين. حجم الانجاز اللي احنا شايفينه النهارده بيرجع لاكتر من عامل، احد اهمهم رؤية الشركة الفريدة وإيمانها الكبير جدا بالتخصص. فقد تم التعاقد الفعلي مع أحد أقوى الشركات المتخصصة في إنشاء ناطحات السحاب، وهي شركة سياك. ولضمان ضبط الجودة تم التعاقد مع مكتب استشاري هندسي متميز جدا، وهو مكتب استشاري محرم بخوم، وهو أحد أقوى بيوت الخبرة المصرية. ولضمان تأكيد ضبط الجودة موجود مكتب استشاري هندسي صاحب خبرة كبيرة جدا تابع لمجموعة شركات الأهرام والنيل بقلب الموقع، موجود على مدار الساعة. وبناء عليه فقد تم دعوتنا كمجموعة شركات KHL مستشاركم العقاري لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع ومطابقته بالرسومات البيعية والرسومات الهندسية ونقله لحضراتكم. تم العمل للوصول إلى عمق قاع حفر يصل إلى حوالي 22 متر لتنفيذ 4 بيزمنت، ارتفاع أول 3 4 متر وآخر بيزمنت 5 متر، وده بفضل التعاون المثمر مع مكتب الكتروميكانيكال دكتور احمد عبد الغني، للاخذ في الاعتبار تاسيس كل شيء خاص بالالكتروميكانيكال الخاصه بناطحه السحاب. مسافات ما بين الاعمده تصل ل 10 متر ونص لكي تسع 3 سيارات جنب بعض. ولاضافه نقاط تميز وقوه للمشروع تم التعاقد مع مكتب ايكو استراتيجي لحصول المشروع على شهاده الليد العالميه كمبنى موفر للطاقه وصديق للبيئه. عرض واجهه المشروع على محور محمد بن زايد الشمالي يصل لحوالي 120 متر، ارتفاع يصل الى حوالي 131 متر. مشروع متعدد الانشطه ما بين التجاري والاداري والطبي والفندقي. تم عمل تصميم متميز والاخذ في الاعتبار كل ما هو مستجد. موجود خزانات خاصه بالشرب، خزانات مياه خاصه بالامطار، خزانات مياه خاصه في حاله وجود حرائق. تم الاخذ في الاعتبار في التنفيذ بتنفيذ خرسانات فير فيس سهله جدا في حاله المحاره، هتوفر وقت وهتوفر تكلفه ومجهود. مستهدف الانتهاء من تنفيذ سقف خرساني كل 20 يوم. حبينا نأكد مع حضراتكم ان احنا النهارده موجودين على ارض الدور الارضي بمشروع 31 نورث. دلوقتي انتهينا من معاينه اول مشروع لمجموعه شركات الاهرام والنيل وهو مشروع 31 نورث، وهننتقل لمعاينه مشروعهم الاخر نايل بيزنس سيتي. دلوقتي احنا بنعاين مشروع نايل بيزنس سيتي، مشروع ايقوني على قطعه ارض ملياريه، اميز مشروع بالحي السياحي الفندقي بمنطقه الداون تاون، ايقونه الداون تاون. تم الانتهاء الفعلي من نسبة حوالي 70% من كميات الحفر. تم الوصول إلى أكثر من حوالي 50% من مساحة الأرض لمنسوب التأسيس. جاري العمل على خوازيق السند للأجناب، مستهدف الانتهاء من خوازيق السند ووصول قطعة الأرض بالكامل لمنسوب الحفر قبل الجدول الزمني زي ما عودتنا مجموعة شركات الأهرام والنيل. بعد المعاينه اللي تمت دلوقتي في مشروع 31 نورث ومشروع نايل بيزنس سيتي من ارض الواقع، حبينا نتكلم مع حضراتكم سريعا جدا عن اهم تفاصيل مشروع نايل بيزنس سيتي. بمساحه ارض حوالي 32,000 متر مربع بما يعادل حوالي 7.6 فدان، بارتفاع يصل لحوالي 233 متر. تخصص المشروع تجاري ومن ثم اداري ومن ثم فندقي.
اكبر عرض واجهه لمشروع تجاري على محور محمد بن زايد الشمالي مباشره، يصل لعرض 200 متر، 3 مداخل من على محور محمد بن زايد الشمالي، تجاري محقق للاكواد الهندسيه والتشغيليه من عروض ممرات، اتريوم، سلالم لرواد المبنى، اسانسيرات لرواد المبنى، اسانسيرات خدميه، اسانسيرات للحرائق. اول تاور تم طرحه اللي موجود على يسار الشاشه كان تاور اداري بالكامل، نقدر نقول اولموست سولد اوت. عندنا احدث طرح موجود من شركه الاهرام والنيل، مشروع متميز جدا، اعلى فندق موجود في قاره افريقيا بالكامل. تم التعاقد الفعلي مع براند فندقي موجود في اكثر من حوالي 150 فرع على مستوى العالم، لاول مره يبقى موجود في افريقيا من خلال مصر، من اول مره يبقى موجود في العاصمه الاداريه الجديده. حابين نعلن لحضراتكم تايكون تاور باي جراند ميلينيوم. من خلال معاينتنا النهارده لمشروعات شركه الاهرام والنيل، حابين نرشحها لحضراتكم ضمن اميز مشروعات بالحي السياحي الفندقي. لمزيد من التفاصيل عن مشروعات شركه الاهرام والنيل تواصلوا معنا من خلال الارقام اللي موجوده. كان مع حضراتكم المهندس محمد اسعد، تيم ليدر لمجموعه شركات KHL ومستشاركم العقاري. شكرا.